موجود عندي في البيت اخر موزة واخر رمانة، وعايزين نقسمهم على 5 افراد. تعالي هقولك عملت ايه عشان كل اللي موجودين في البيت ياكلوا من الموزة والرمانة دي، بس ما تستغربيش. اول حاجة جبت معايا كيس من الجيلي. ما تستغربيش ان الجيلي في الشتاء، الجيلي حلو جدا ومفيد جدا خاصة للاطفال، مفيد لعظمهم قوي. جبت باكو من جيلي الاناناس وحطيته هنا معايا في الطبق، وابتديت انزل عليه بربع كوبايه من الميه المغليه، وابتديت اقلب كويس لغايه لما اتاكدت ان هو داب. وبعد كده نزلت عليه بكوبايه من الميه العاديه من الحنفيه، وكملت تقليب لغايه لما كلهم امتزجوا مع بعض كويس جدا. حاولي تقلبي كويس جدا عشان بعد ما تخلصيه يكون لونه حلو كده وشفاف، ما يكونش معكر. بعد كده بقى تجيبي ممكن عندك اي بولة، اي كوباية، اي طبق صغير شفاف عشان يبقى شكله حلو. وحطيت شوية من الرمان وابتديت انزل عليه بربع كوباية من جيلي الاناناس اللي معايا. كمان ممكن تستخدمي اي طعم في الجيلي اللي انت تحبيه. بس حسيت الاناناس في الوصفة دي هيدي طعم حلو قوي مع الموز ومع الرمان، وفعلا كان اختيار موفق. اخدتهم وحطيتهم في الفريزر شويه ربع ساعه لغايه لما يمسكوا نفسهم عشان اعمل الخطوه اللي بعد كده. بعد كده اخدت باقي الجيلي اللي كان معايا، يعني الخطوه دي ما حسيتهاش فرقت قوي بصراحه، كنت عايزاها تدي شكل حلو. وكان عندي الوان جل، ابتديت انزل عليهم بنقطتين من اللون الاصفر ونقطه من اللون الاحمر عشان يدوني لون برتقاني، عشان اعمل الخطوه اللي بعد كده تكون مدرجه في اللون. بس حسيته ما اداش تدريجه حلوه قوي، فممكن اصلا ان انت تتخلي عن الخطوة دي وتكملي عادي زي ما انت. بعد ما خلاص جمد حوالي ربع ساعة في الفريزر كان مسك نفسه، ابتديت ان انا انزل بشرايح الموز. احسن حاجة عشان الموزة تقضي معاكي كمية حلوة او تقضي معاكي عدد حلو، تقطعيها شرايح رفيعة. وابتديت انزل بربع كوباية كمان من الجيلي. ممكن كمان لو انتي حابة فاكهة غير الرمان وغير الموز، يعني تفاح او كيوي او اي حاجة تحبيها. وبرضو هكرر تاني ان انا هرجع ادخلهم الفريزر ربع ساعة عشان يمسكوا في بعض، عشان انا عايزة طبقات تبقى ملونة والفاكهة جواها تدي شكل حلو قوي. عايزة اقول لكم ان عجب الاطفال جدا جدا، كانوا متحمسين له وهم شايفيني بعمله. وبعد ما خلصته كان عاجبهم طعمه جدا. بعد كده بقى جبت كيس تاني من جيلي الفراولة وابتديت افضيه معايا في الطبق هنا. بس عايزه اقول لكم ان جيلي دريم غير كوكس، بيختلف طريقته على حسب اللي مكتوب على العبوه. يعني هنا نزلت عليه بكوبايه من الميه المغليه وقلبت كويس جدا. التزمت بالمعايير بتاعه الميه اللي مكتوبه على العلبه، يعني المنتج اللي انت هتجيبيه سواء دريم او كوكس او ايا كان، تقري اللي مكتوب على العلبه بياخد مكونات قد ايه. اللي بالفراولة اخد كوباية من المية المغلية وقلبتهم مع بعض كويس، ونزلت عليهم بكوباية تاني من المية الباردة، لاني انا مش عايزة احط مية مغلية عشان ما يمسكش معايا على طول، لا عايزاه يستنى شوية عبال ما ادخل الفريزر تاني. وركنته كده وابتديت اطلع الكوبايات اللي كانت في الفريزر واحط عليها شوية من الفاكهة، ورجعت حطيت عليها ربع كوباية من الجيلي ودخلتهم الفريزر. ممكن تدخليه التلاجة بس هو بيطول شوية في التلاجة، فانا بصراحة كنت عاوزة انجز في الموضوع شوية عشان الاطفال بصراحة ما كانوش صابرين، متحمسين جدا وعايزين يجربوا. بعد ما حطيته في الفريزر خلاص بقى بطلعه، شايفين شكله. عايزة اقول لكم ان طعم الاناناس، الجيلي الاناناس مع جيلي الفراولة كان حلو قوي. وبس كده بقى بموزة ورمان زي ما قلت لكم، البيت كله بقى اكل، ال5 افراد الموجودين في البيت اكلوا من الموزة والرمانة جوه الجيلي. طعمه كان حلو قوي. عايزه اقول لك ان الجيلي مفيد جدا لعظم الاطفال والعظم الكبار، يعني يعتبر كوارع، يعني كوارع في نفسه قوي، لان نفس الفوائد اللي موجوده في الكوارع هي اللي موجوده في الجيلي. بس الاطفال يعني اغلب الاطفال ما بترضاش تاكل كوارع، فندخل لهم الغذاء اللي موجود فيها عن طريق الجيلي. لو الوصفه عجبتك ما تنسيش تحطي لايك وكومنت حلو للفيديو، وتعملي شير للفيديو ده لو انتي بتتفرجي عليا من اليوتيوب. اما لو انتي بتتفرجي من الفيسبوك اتمنى تحطي لايك للفيديو وتعملي له شير عشان غيرك يستفيد. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات.